خلينا متفقين دي خطوة مهمة جدا من عمر مرموش، كان لازم ياخدها الموسم ده، لأن عمر مرموش جاي نجم من الدوري الألماني، ما ينفعش إن هو يفضل حبيس الدكة في المان سيتي. وطول ما هالاند موجود في السيتي، فطبيعي إن هو يلعب أساسي، طبيعي إن هو مش هيقعد للدكة عشان عمر مرموش، وكل الكلام ده كلنا عارفين. فما مش طبيعي إن عمر كان يكمل في السيتي عشان يفضل حبيس الدكة زي ما قلنا. والراجل شفنا مستواه كان في كأس العالم عامل ازاي، لأن الراجل أصلا ما بيلعبش وما بيقدمش حاجة مع السيتي. فعمر مرموش ده افضل خطوة عملها في مسيرته، ان هو يمشي من السيتي عشان خاطر ياخد فرصة في فرقة تانية، وخصوصا ان هو راح فرقة كبيرة زي توتنهام، وياخد فرصة مع ديزيربي مدرب جامد. ممكن عمر مرموش نشوفه بنسخة مختلفة خالص معاه، ممكن يقدم مستويات كبيرة جدا، ونشوف النسخة بقى اللي كنا بنشوفها من عمر مرموش في الدوري الألماني. فنتمنى طبعا لعمر مرموش التوفيق، ونتمنى ان هو يقدم حاجة كويسة مع توتنهام، ونتمنى ان هو يرجع لمستواه تاني اللي شفناه عليه في الدوري الألماني. الراجل جاي هداف من الدوري الألماني، مقدم مستويات كبيرة جدا، مقدم أداء عظيم جدا. فدي فرصة كويسة، وفرصة ان عمر مرموش بقى ياخد فرصة ويثبت نفسه في الدوري الإنجليزي، ويبقى واحد ان شاء الله من أهم اللعيبة في الدوري الإنجليزي، ويقدر ان هو يقدم حاجة كويسة مع توتنهام. ولو عمر مرموش طبعا رايح إعارة مع خيار الشراء، فان شاء الله يفعلوا خيار الشراء. وشفنا ميدو طبعا تصريحاته ان هو نصح اداره توتنهام ان هي تتعاقد معاه. فكويس ان عمر مرموش خد الخطوه دي، وان شاء الله نشوف عمر مرموش في توتنهام، ونشوف مستوى كبير جدا مع الفرقه.